السلام عليكم. بالنسبة للمليار دولار اللي راه داير ضجة إعلامية كبيرة على المواقع، عندك مواطن من نيته راه يستنى ندير له تحليل نوضح له الأمر. الموضوع هذا اللي باقي غير بيونه ما تكلمتش عليه، العالم قاعد دار له تحليلات وخاصة الأخرار، والأخرار رانا نعذرهم لأنه دي مدة زمنية طويلة وهما عاطلين عن العمل، شوماج من وقت البريكولة هذيك تاع الحملة تاع مانيش راضي ومانيش داكور، من هذاك الوقت وهما شوماج احتاج الموضوع هذا. الموضوع هذا عطاهم فرصة بيعمروا فمهم، كما نقولوا احنا بالمثل الشعبي خبزة وطاحت على كلب ميت. في التحليلات نتاعهم سمعتهم انايا المليار دولار هذا صرفوه بالسنتيم، قال لك يعطينا 25 ألف مليار سنتيم. إذا كان الحساب هذا فو ولا جيست أنا بريء منه، مشي أنا حسبته، راني نقول في الحساب نتاعهم. وال25 ألف مليار سنتيم هذه ديفيزاوها على 45 مليون مواطن جزائري، واللي من بينهم أنا. راني نذكر فيك باللي من بينهم أنا، يعني إذا خالفتك في الرأي أنا ما نكرهش الدراهم، لأن الدراهم هادو رب العالمين وهضر عليهم غير بالخير في كتابه الكريم. الحساب هذا اللي داروه قال لك يعني العائلة الجزائرية كي تكون متكونة ما 5 ولا 6 نتاع الأفراد راه تجيهم واحد الحسبان تاع 9 ملاير. المواطن الجزائري لما يسمع هاد الحسابات وهاد التحليلات يقول لك الأحلام نتاعي ضاعت. 9 ملاير راه فيها جي تي دي، فيها منزل جميل، فيها زواج، الأخت الكريمة تاني راه فيها داك بارير الشباب اللي راه في خاطرك، فيها بيتران قفطان، فيها بزاف أمور. إن شاء الله رب العالمين يوفقنا كاع ونحققوا الأحلام نتاعنا. يعني التحليلات هادو اللي داروهم يردوك تشوف وكأنه الأب نتاعك قسم الميراث وحرمك من الميراث، ولا كأنه الأب نتاعك راه يخرج مع وحدة فاسقة وراه يصرف عليها وانتوما ما يصرفش عليكم في الدار. والتحليلات هادو داروهم على سبيل المثال شوقي بن زهرة ولطفي دوبلكانو زيطوط مراد طهاري وصنزوبلي المخزن، يعني أجندة وحدة وهدف واحد. وهاد الناس هادو لما تسألهم يعني علاش الدولة اتخذت هذا القرار ما عارفينش الأسباب واش هي، يعني هو يعرف ينتقد، هو عنده مهمة وفقط. وعلى سبيل المثال لطفي دوبلكانو اللي راه يعني داير نقابة على الشباب، يتكلم باسم الشباب. الوقت اللي كانت نسيبتك مع العصابة وكانوا يخليوك تغمس، وكان زعما تكون طهارة ولا فاتحة ولا أي افتتاح ولا أي مناسبة خص لطفي دوبلكانو يغني، هذاك الوقت كنت تغني لنا على البوراك كل يوم بوريكا بوريكا معاها جالسون، ودروك راك تريني على الوطنية. حتى وصل الامر كاين ناس يخافوا ربي ولا ناس يبغيو يوضحوا الامر للمواطنين ولاو يحشموا، لانه كيجي يقول لك هذا الامر يعود بالخير على البلاد ولا فيه تنميه للبلاد ولا لبسط النفوذ. يا المواطن انت تعجبك يقولوا لك القوه الضاربه وهذه الامور لازم لهم هذه الامور، ولا يخاف يتكلم هذا الكلام لانه قنعوك باللي جيتي دي راحت لك ما راحش تسمع له. هذا هو المشكل، والمشكل الكبير أنه تخلقوا انشقاق في صفوف المواطنين الجزائريين، هذا هو لب الموضوع. أنا ما راني نبرر للدولة، ما راني ننتقد فيك، المشكل هذا هو راكم تزرعوا الفتنة ما بين المواطنين الجزائريين والشعب الجزائري بصفة عامة. إذا كنت أنت أهل هذه المناصب هذه اللي راه فيها عمار بن جامع ولا عطاف ولا علاه راك هنا في التيك توك كبيسو كبيسو، وما تنساوليش خوتي قلب الاشتراك، قلب البرتقالي، مليح للمفاصل ومليح للمبوله ومليح للبايبل.